كلمة أنا مش قادرة أعيش من غيره، كلمة أنا هموت من غيره، كلمة حياتي وقفت من غيره، ونفس الكلام على الراجل. أنا بحترم مشاعركم جدا وهي فوق دماغي، بس أنا عايزة أسأل كام سؤال. إيه اللي وحشك بالظبط؟ وإيه اللي انتي هتموتي من غيره؟ وإيه اللي انتي بالظبط عايزة توصلي له؟ هو سابك أو هي سابتك، إيه اللي وحشك؟ إيه اللي كنت بتاخده وحشك في العلاقة دي؟ ايه اللي في العلاقة دي خلاك تقول انك مش قادر انك تعيش من غيره، انك بتموت من غيره؟ بقية السنين اللي انت كنت عايشها كانت ايه؟ ووجوده في حياتك في الجزئية دي 3 شهور 6 شهور 8 شهور او حتى سنة، ايه اللي هو اداهولك خلاك تقول انك مش هتقدر تعيش من غيره؟ ايه اللي انت محتاج ترجعه في العلاقة عشان تقدر تعيش بيه؟ سؤال واضح وصريح مع النفس، لا في لف لا في دوران، هو في سلكان. ايه اللي انا مش قادره اعيش من غيره؟ وليه انا بقول ان حياتي وقفت؟ وايه اللي انا كنت باخده من العلاقه دي؟ كنت باخد مثلا حنان، اهتمام، احتواء؟ كنت باخد ايه؟ وبدام كنت بتاخدي ده بجد عن حب، سبتوا بعض ليه؟ وان انت نفس الكلام، سابتك ليه بدام انت كنت بتاخد الحاجات دي وهي بتديك والعلاقه ما بينكم متبادله؟ ايه اللي حصل ممكن يوقف علاقة؟ وايه اللي يخلينا نقول ان احنا ممكن نموت من غير شخص؟ ما هو ده اسمه تعلق، ان انا احس ان انا هموت من غير حد، ده اسمه تعلق مش حب. الحب استشفاء، انا ماشي وانا مديك صورة عن نفسك انك كويس جدا، لكن التعلق انا اذيتك وخليتك ضعيف قدامي. اديت لنفسك بس 10 دقايق ربع ساعة كده مع نفسك، سمعت اللي انت بتقوله؟ سمعت بقك بيقول ايه؟ انا مش قادر اعيش من غيره، انا هموت من غيره، انا روحي كانت فيه، ده هو وحشني. ونفس الكلام للراجل، هو ايه اللي وحشك بالظبط؟ وهتموت من غيره ازاي؟ ولما يرجع لك ده هيخليك انك تكمل حياتك عادي؟ يعني انت ميت دلوقتي؟ فهي الفكرة بس ان انا بفوق نفسي، هو ايه اللي وحشني وانا ازاي بموت من غيره وانا لسه باخد نفس؟ وازاي انا شايف نفسي بالصورة دي؟ وازاي انا شايف نفسي ضعيف كده؟ وازاي ان انا بحط سعادتي مشروطة لشخص؟ والسعادة دي اصلا لو انا حاطط كل سعادتي فيه، فالسعادة دي بتبقى مؤقتة، ليها وقت expired، لان انا رابطها بشخص. والسعادة ما بترتبطش بشخص، السعادة دي مني انا، والحب ده مني انا علشان اقدر احب واقدر اكمل حياتي. فاسأل نفسك.